السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مش هتصدقيني لو قلت لك لو انت ما عملتيش المكرونة بالطريقة ديت كأنك ما عملتهاش طول حياتك. بجد طريقة فظيعة يا بنات. تريكات كده فيها حاجات بسيطة لكن والله بتفرق كتير جدا في طعم الأكل. يعني لو حد قالك على حاجات بسيطة كده اعمليها بجد مش هتخسري حاجة، لكن بجد هتاخدي طعم مختلف. فعلا هتقولي يا ريتني كنت عملتها بنفس الطريقة ديت من زمان. جربيها ومش هتخسري حاجة وإن شاء الله هتعتمديها. يا رب الفيديو ينور رضاكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي، وتعالوا يلا ندخل على الوصفه على طول. انا عندي ميه، بصوا قبل ما تغلي بحاجات بسيطه كده احط فيها معلقه الملح، وهنزل بيها بكيس مكرونه فرن 400 جرام، واديها بقى تقليبه كده كويسه، وبعد كده هسيبها بقى تعيش حياتها وهتستوي لغايه ما هتستوي. بجد طريقه يا جماعه والله، طب جربوها بس كده ان شاء الله وانتوا هتعتمدوها. هتبقى طريقه جميله جدا وسهله وفيها تريكات كده بسيطه مختلفه. هنسيب بقى المكرونه تستوي وتعالوا هنعمل المفروم بتاعنا. انا حطيت حوالي معلقتين كده زيت مع معلقتين حلوين كده سمنه بلدي. السمنه البلدي يا جماعه برضو بتعزز الطعم وبيبقى جميل جدا. بصله كده متقطعه متوسطه، متقطعه طبعا قطع صغيره بالشكل ده، وممكن مبشوره، يعني لما بيحبش قطع البصل تبان قوي يعني كده ممكن تبقى خلاها مبشوره تديكي نفس النتيجه برضو. قلبيها كده تقليبتين، انا مش عايزاها لا تحمر ولا عايزاها تصفر يا بنات، هي دوبك بس تدبل كده بس، وانزلي باللحمه المفرومه بتاعتك وقلبيها تقليبتين كويسين. والنار زي ما انتم شايفين كده عاليه يا بنات، علشان اللحمه انا مش عايزاها تنزل ميتها وتنشف. بعد ما قلبتها كده واللون اتغير حوالي 5 دقايق، بعد كده هنزل بمعلقتين صلصه متفرزين كانوا عندي يعني، او معلقتين صلصه اللي هي المعلبه. حط بقى ملح بقى وفلفل السبع بهارات، وممكن كمان رشه قرفه. رشه القرفه برضو ديت يعني بتدي وبتعزز طعم اللحمه، جميله جدا يا بنات. جربوها مش يعني هتعتمدوها ان شاء الله. القرفه كده طعمها كمان يعني طعمها محبب كده، جربوها بس ان شاء الله وهتعجبكم. قلبي بقى تقلبتين كده كويسين. خلاص انا اللي هي الصلصه بس منها كانت متفرزه عندي فساحت كده هي من الحراره، وهنسيب اللحمه بقى كده 10 دقايق على النار بس. يعني مش ما بتاخدش وقت يا بنات لانها كده كده هتدخل كمان في الفرن. تمام، هي كده اللحمه بتاعتنا استوت بقت زي الفل اهي. تبصوا ما شاء الله لحمه تتاكل كده لوحدها يعني. ده بعد 10 دقايق. طب تعالوا بقى نعمل البشاميل بتاعتنا ونشوف التريكات برضو البسيطه كده اللي هتخلي معاكي تاخدي احلى بشاميل عملتيه. عندي برضو حوالي معلقتين 3 زيت ومعلقتين 3 برضو سمنه، على قد السمنه او الزيت يا بنات على قد اللي هي الدقيق. هتحطي يعني معلقتين 3 دقيق، هتحطي معلقتين 3 سمنه، وهكذا. انا هعمل بقى طبق كبير يا بنات، يعني صينيه كبيره، فانا حطيت كوبايه دقيق، كوبايه بتاعت الشاي بتاعتنا المج العادي اللي عندنا في كل بيت. هحطها كده في السمنه او الزيت بتاعي زي ما هتحبي برضو. ولو حتى معلقه سمنه واحده بس مع البشاميل هتفرق صدقوني في الاكل. عززوا طعم الاكل بتاعكم كده هيطلع في منتهى الجمال. بعد شايفين يعني دقيقتين او 3 لا بخليه برضو يحمر ولا يصفر يا بنات. التركيه المهمه جدا جدا يا بنات، بنحط اللي هي السائل بتاعنا حليب، نصه حليب ونصه شوربه. يعني هتحطي مثلا انا حطيت حوالي لتر ونص هنا، يبقى نص اللتر ونص حليب ونصه شوربه. انا هنا بعمل بالتبادل، يعني كوبايه حليب واقلب وكوبايه شوربه وبقلب لغايه ما احصل على القوام اللي انا عايزاه. انا ما اقدرش اقول لكم مثلا حطوا اللتر ونص وخلاص يبقى هو، لا. في مثلا في ناس بتحب يعني تبقى البشاميل بتاعها خفيف، وفي ناس بتحب البشاميل بتاعها اتقل كده شويه، فهيفرق ممكن يفرق وياكي في نص كوبايه يعني شوربه او حليب. انا بحط زي ما انت يعني اعملي كده زيها، بحط كوبايه حليب واقلب كوبايه شوربه وبقلب واشوف القوام اللي انا عايزاه اوصل له. كده انت بتعملي الحاجه صح الصح 100%، تطلع وياكي مظبوطه جدا لغايه ما هتحصلي على القوام زي ما انت شايفه كده. بصراحة القوام اللي أنا بحبه اللي هو يعني أتقل من المهلبية بشوية، وهتشوفوه دلوقتي. كده أنا خلصت الكمية بقى بتاعتي، النص بالنص يا بنات، شوربة مع حليب. الشوربة بتودي البشاميل لمكان تاني خالص والله، صدقوني جربوها ومش هتنسوها أبدا الطريقة دي. حط الملح بقى بتاعك ظبطيه كده. والتركية المهمة جدا برضو معلقة كريمة فظيعة يا بنات، كده قلبي تقلبتين عملتي أحلى بشاميل فظيع. الشوربة مع الحليب للبشاميل انسي بجد تحفه والله. بصي هتاخدي بشاميل عمرك ما عملتيه قبل كده في حياتك.
بعد كده بقى التركيه المهمه جدا برضو، معلقتين 3 بشاميل مع معلقتين 3 من اللحمه المعصجه بتاعتنا، وقلبي قلبي كده فيها المكرونه بتاعتك كلها، كميه المكرونه كلها قلبيها في 3 4 معالق اللي هي البشاميل مع اللحمه المفرومه يا بنات. هقول لكم برضو بتودي اللحمه المفرومه طعم وجمال، هتحسي مش بتاكلي مكرونه كده، لا بتاكلي مكرونه بصوا يعني مليانه صوص كده مع اللحمه المفرومه مع البشاميل. لا بجد يعني الله بجد الله بجد على الطعم بتاعها، جربوها ومش هتنسوها ابدا. برضو انا بحب قوي احط البشاميل، ما بحطش لا سمنه ولا زيت بصراحه، انا احب احط معلقتين 3 كده بشاميل، ولو كترتي هيبقى اجمل واحسن كمان. وبعد كده هنبدا بقى نحط نص المكرونه بتاعتنا اللي احنا قلبناها، وبعد كده اللحم المفروم، وبعد كده النص المكرونه اللي فاضل يعني. بجد يعني اضغطي عليها كده شويه وسويها عشان تبقى كلها سوا بعض يا بنات. والله عايزه اقول لكم برضو يعني ااكد تاني برضو، الشوربه مع الحليب بتدي طعم يعني مختلف خالص عن اي طعم بشاميل اللي انت عملتيه، جربيه وما تنسيش. يا سلام بقى لو الشوربه كمان دسمه بقى، يعني ايه شوربه بقى بط، شوربه عندك لحمه كمان دسمه، لحمه بقى ضاني كمان في العيد، لا 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 انسي، ده حاجه تانية خالص بقى. حطينا كده المكرونه بتاعتنا الجميله ديت القمر، حطيناها بالشكل دوت، وبعد كده سويناها برضو. يعني مش مشكله حتى لو الطبقه اللي فوق ديت اخف شويه في المكرونه، يعني مش كتيره زي اللي تحت، عشان اللي تحت احنا بنكترها يعني سنه كده على اساس ان هي شايله اللحمه ويانا. تمام. حطي البشاميل وظبطيها كده تمام. بعد كده بقى التسويه بتاعتي على فرن على حراره 200 في الرف الاوسط، هتاخد حوالي نص ساعه، لا حاجات كلها مستويه مش هتاخد ويانا وقت خالص يعني. بصوا بقى بعد كده يا دوبك بصوا الوش خد يعني احمرار حاجات بسيطه زي ما انتم شايفين كده. انزلي بقى بشويه جبنه كويسين كده محترمين من الجبنه الموتزاريلا، هتديكي طعم ولون خطير بالنسبه للوصفه بتاعتك، بجد مش هيختلف عليها اتنين. ظبطي كده بس صينيتك بالجبنه، هتحطيها تحت الشوايه، انت هتكوني دلوقتي بقى طفيتي البوتاجاز من تحت، حطيها بقى تحت الشوايه، بس خليها بعيد عن الشوايه عشان الجبنه ما تتحرقش وكلها تاخد نفس اللون زي ما انت شايفاها كده. ما شاء الله صينيه مكرونه، اقول لك بجد الله بجد على طعمها وريحتها والقوام بتاعها. بصراحه انا بحبها يعني ايه اكلها كده سخنه والصوص بتاعها سايح ونايح كده، بجد مين بيحبها بقى بالشكل ده زي كده، بجد روعه يعني. حتى شوفوا وهي لسه سخنه بتطلع دخان اهي القطعه يا جماعه، بصوا يعني سليمه، ما هيش يعني مش يعني مفروله قوي او المكرونه رايحه في جنب والبشاميل اللي في جنب، لا كله متجانس كده مع بعضه. هتاكلي حاجه لذيذه كده تدفيكي في الشتاء والساعه اللي احنا فيها ديت، بجد روعه. صينيه مكرونه بشاميل هتحلفي انك انت بجد عمرك ما عملتي زيها، الكل هيعشقها ويحلف بجمالها. يا رب الفيديو ينور رضاكم وتنفذوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.